انا بس ما عنديش مشكله والله العظيم الزمالك يخرج، يعني ده شيء طبيعي ويبقى شيء عادي، يعني مألوف، يعني الزمالك يخرج بالبطولات الافريقيه وكان شيء مألوف يعني. انا بس في مشكله عندي واحده يا جماعه، هم بيبقوا خسرانين، يعني كانوا خسرانين من ستيلن بوش. اول مره يشارك وخرجهم من بطوله افريقيا. يا جماعه الفرقه اول مره تشارك وخرجتهم عادي، برضو وارد الزمالك ياما ضحكنا من فرق من تشاد وبتاع، اول مره على اي يعني. في فرق اول مره تعمل اي حاجه لازم تعملها على الزمالك، مش ده موضوعي. موضوع ان هم بيقول لك مين في البلد دي يقدر علينا، الدقيقه 79 وخسرانين والماتش في افريقيا والدنيا ملتهبه، والمفروض يلعب بقى يا عم، خلي عندك، لسه جاي من بره والله العظيم، كنت مع شادي حبشي وراشد يعني فاهم بنصور، فجاي بتفرج على الماتش على اوبر، فعمال سمع طول الجمهور طول الماتش، حتى وما داخل فيهم جون كنت انا لسه طالع، بيقولوا مين في البلد دي يقدر علينا. هو تقريبا يا جماعه كلامهم صح، يعني ممكن يكون في البلد دي ما حدش يقدر عليهم، انما في فرق بره بتقدر عليهم. ستيلن بوش، انا سيبك من اي حاجه، سيبك من ستيلن بوش واول مره والكلام ده كله، يعني زي ما قلت لك ده عادي، الزمالك اتس الزمالك مفيش مشكله. انا مشكلتي واحده يا جماعه، انا عارف انا فرحان في مين؟ لو انت جدع وذكي تقول انا فرحان في مين؟ ها؟ واحد بس اللي انا فرحان فيه في الليل، علي محمد علي، جدع. علي محمد علي. انا واحد بس اللي فرحان في علي محمد علي، الغير مهني والغير امين. وطول عمركم، طول عمري اقول لكم كده، طول عمري اكلمكم يا جماعه، علي محمد علي ده هو النسخه الهاديه شويه، او النسخه اللي ببدله من احمد الطيب. يعني شوف انت مثلا، عارف النسخه المنمقه من احمد الطيب هو علي محمد علي. لا بيقدر يداري صفار، ولا بيقدر يداري غل، ولا قادر يداري غزو من زيزو. جمهور الزمالك اللي قاعد يقول لك ايه، والله العظيم تستاهلوا يا جماعه الخوازيق دي، تستاهلوها على نياتكم، ترزقون. انتوا جمهور دي نيته، لازم اللعيبه كده، لازم اللعيبه تدي خوازيق. زيزو قبل الماتش بدأوا، قبل ماتش استلم بوش. ده اول مره يشارك يا اسطى، يا هلهوله. طب استنى بس، الاستاذ حسين لبيب، بجد والله العظيم مش المفروض تحترموا جمهور الزمالك؟ والله ده كلام بجد بقى، مش تحفيل. لازم اداره الزمالك مش ناجح ليه؟ لان لا لعيبته ولا اجهزته الفنيه ولا ادارتهم بتحترم الجمهور، عشان كده الجمهور اتطبع بالحته دي، او بعض من الجماهير او كثيرا من الجماهير الا قليل ابتدوا يتطبعوا بالحته دي، ان الجمهور الاداره واللعيبه مش محترمين الجمهور. يعني انت ما تفضل بس تطلع كل اللي انت بتعمله فالح فيه، كل اللي انت بتعمله فالح فيه شيء واحد فقط، هو ان انا اقصف جبهات واطلع اقول تصريحات انا مش قدها. الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر، وفي قلعه يحصل فيها كده الا لو قلعه، بس هي قلعه حرفيا واحد جه شد الشيفون. شد شيفا الشيفون، هو ده القلعه. انت لا دوري عارف تاخده، ولا عارف تكسبه، ولا عارف تعمل حاجه. وطبعا زدت ولبست الطرحه بتاعتك يوم لما كان ايه، الاهلي مش هيلعبك ماتش، انت استغليت الفرصه، حقك يا سيدي، ما حدش قال حاجه. انما انت لا مبدا ولا حاجه ماشي عليها، ولا سياسه ماشي عليها، ولا عندك معلنين، وتقول لي اكبر نادي ازاي؟ جمهور الزمالك اللي يقول لك اصل احنا مظلومين، واحنا ازاي ما نقارنش بالاهلي، والاهلي معاه فلوس. عارف ليه الاهلي معاه فلوس وخد منك زيزو؟ عارف ليه؟ ما تقوليش بس الاهلي كمان بيسرق فلوس، احنا بنسرق بطولات، اوكي خلاص معروفه، خلاص انتوا عارفين ان احنا بنسرق بطولات، بالتحكيم بيجاملنا في افريقيا، الكلام العبيط بتاع العيال الصغيره، اوكي نركنه على جنب، ما عنديش مشكله في ده. لكن انت هل نادي يبقى معاه كل الفلوس ده عشان استقراره يا ابني؟ استقراره ده مين هيجاملني في استقراري؟ يعني انت ما عندكش استقرار واضح عندك اهو، مين هيجاملني في استقراري؟ عايز افهم دي والله العظيم. يعني عايزين الاستاذ كلهن عفيفي يتكلم بالغرور بتاعه وهو لا شيء، هو بس يعرف مجرد محلل كوره مثلا، ما فتحش عكه مثلا، ما عملش حاجه مؤثره في الكون، واحد بيتكلم كوره في كميه تناكه وغرور على ايه ما اعرفش. يعني حتى لو انت احسن واحد بيتكلم في الكوره، انت ليه مغرور يا عفيفي؟ عايز نفسي اساله كده فاهم؟ يعني اكيد عفيفي ده في الحقيقه كده، يعني عفيفي ده انت لو قابلته في الحقيقه هتلاقي نفس الكاركتر كده، اللي هو بيتكلم وهو بيتن. انت زملكاوي اصلا المفروض ما تتنكش، المفروض تبقى متواضع، لان فريقك اصلا متواضع، فانت المفروض تبقى معاه في نفس التواضع. المهم، عفيفي يفضل يشلق لنا، والمنظومه واي فكره جميله راكبه عجله ببدال، هيجي محمد منير ياخدها هي وايمن بهجت قمر، هياخد الاثنين، الفكره والعجله بالبدال، وهيعمل اي زارت واي كلهن عفيفي وجعلصه في الكلام. حضرتك ايه الفكره اللي ياخدها النادي الاهلي من الزمالك وعنده دونجا؟ اصل انا اي فكره عندي ناجحه الاهلي بياخدها عجال. حضرتك شفت دونجا عمل ايه في الاخر؟ اخر واحده رفعها دي، دونجا طول الماتش شحات عبد الله. لعبتك فين النهارده ناصر؟ ما هكش ليه؟ فريق متواضع جدا جدا على فكره. هو في سؤال مهم، هو كل ده عمله زيزو والخطيب؟ يعني هل الزمالك خفيف للدرجه دي ان زيزو والخطيب بيو بيو يعملوا لكم البوليكه دي كلها انك تبقى النهارده مش موجوده؟ انت الماتش الاولاني اللي كان في جنوب افريقيا قدام ستيلن بوش كنت اتفرجت عليه، كنا في العيد او كنا اخر يوم العيد تقريبا او تاني يوم، المهم يعني الزمالك كان عنده احسن من كده بيلعب كوره. ايه اللي خلى الزمالك ما يلعبش كده في ملعبه وسط جمهوره؟ جمهوره الحقيقي بقى الكورفا السود اللي ما كانش هاممها الا زيزو. اوه زيزو وابوه شتموه النهارده.
اشتم، اشتم عادي. اصل تقول لي اصل اللاعب هو قليل اصل، حلو صح، انت الغلط فيك انت ما تتعشمش عنده بالبوت تفضل تبوس رجليه، ولما يجي يضرب قلنا لك بالونه وانت اللي نفخته بيو، قام ضارب في مين؟ ضرب في وشك اول واحد، لان قلتها لك في سكرينات هخه، قلت لك اوعى تنفخ في حد، انت وشيكابالا وش السعد. حلاوته وهو قاعد في المدرج. بص، انا زعل شيكابالا ده بالنسبه لي في حته تانية، لكن النهارده انا اكتر حد فرحان فيه هو علي محمد علي، الغير مهني والغير امين، واللي عمال يلقح على قصه زيزو، واللي عمال يلقح على الاهلي، وواضح قوي. بص اقول لك حاجه، سيبك من النيه دي، النيه دي بتاعت ربنا، احنا مش هنعرف نيته ايه، انما في ناس بتفهم. يعني ما اعتقدش ان في ناس عبيطه للدرجه دي مثلا، او بتتفرج عندها عبط ان احنا مش فاهمين ده بيلقح على مين. حتى على فكره صراحه حاجه، لو انا اهلاوي في معلق اهلاوي عمال يلقح على الزمالك، انا ده في التلفزيون ما يضايقنيش، وطبعا مع اي حد، مع بيراميدز والزمالك الكلام ده عادي، بس انت المفروض في قناه محايده. يعني ايمن الكاشف اهلاوي، الكواليني اهلاوي، وبيبان من صوتهم انهم اهلاويه، زي ما في معلقين كتير. فبالنسبه لي محمد علي، علي محمد علي هو احمد الطيب بس ببدله. يعني احمد الطيب بس لابس بدله وجرافطه ومنمق في الكلام، وانا راجل اللي ماسك في قنوات ايه بين سبورت من زمان لما كانت الجزيره واشتراك ب 10 جنيه. انما انا فرحان فيك، فرحان في كل الناس اللي مش باصه في ورقتها. انتوا ما بتسمعوش كلام كابتن سيف زاهر، انت لازم تسمع كلام كابتن سيف زاهر وتبص في ورقتك، لان الفشل اللي طايلكوا ده، يا زمالك يا محتاس، ولا دوري ولا افريقيا، وشور ولا كاس. يعني وشور ما فيش كاس. انت متخيل انك هتاخد الكاس من مين؟ مثلا من بيراميدز؟ يعني دي اخر حاجه ممكن انا اتخيلها، ده تبقى اصلي عارف، دي تبقى بالنسبه لي اقوى بطوله في تاريخ الزمالك، ان الزمالك بوضعه ده وبتشكيلته ده وبالخوازيق اللي عمال يلبسها. وبعدين معلش والله العظيم مع احترامي برضه، حاجه مهمه قوي لازم نتكلم فيها. هو انت ازاي كزمالك، سيبك من بيزيرو خالص، لن نظلم بيزيرو ولن نقول ان بيزيرو اصل بس بيزيرو وحش مش عارف، سيبك من بيزيرو. القصه كلها مش في بيزيرو ولا بس في لعيبه، القصه في الزمالك ان هو عارف اللي اسمها ايه، عادل، البنت اللي كانت طالعه في بلبل حيران، مش عارف ايه، عادل البنت الممثله اللي كانت طالعه بتحب بلبل التانية، يعني اللي كانت فاهمه، اللي كانت شكل مامتها شبه الهرم. المهم يعني، كانت بتقول له فن اختيار الهدايا، مش فاكر اسمها عادل، حد يفكرني في الكومنتات. المهم يعني، فلازم يبقى عندك فن اختيار الاداري، فن اختيار من يقود الزمالك. معلش مع احترامي بقى، مع احترامي يعني، انت شايف ان ايمن عبد العزيز يبقى مدرب في الزمالك؟ ده بتاع خناقات وحوارات، يس مش لاقي عليه خالص. بيقول لك الكوره في التكتيك بتاع الكوره 10% والباقي ايه، فودكا يعني 45%، مش فاهم حاجه. فانت جايب ايمن عبد العزيز يبقى معاك في الدك عادي. عبد واحد السيد قبل وكان سبب ازمه كبيره وانسحابك عادي. عبد واحد السيد اللي وقف لك قيد 2014 عادي. ميدو اللي اشتكاك 2012 وكان هيوقف لك قيد عادي. هي دي الناس اللي معانا. حسين لبيب راجل لاعب هاند بول جايبه يدير كره القدم. يعني ده ايه المنطق في ده؟ يعني واحد بيدير هاند بول، يعني كان بيلعب هاند بول ولا كان بيلعب سباحه ولا رمي بالجله، جايبه يدير كره قدم ازاي؟ ده احنا عندنا كابتن محمود الخطيب اللي لعب كوره ومن احسن اللعيبه في تاريخ كره القدم المصريه، اذا ما كانش امهر اللعيبه في تاريخ الكره المصريه، وبننتقده على حاجات بيعملها في لجنه الكوره. انت متخيل؟ يعني متخيل جمهور الاهلي واصل لفين من ليفل القوه مع الاداره، وقد ايه هو قوي على ادارته، ان كابتن محمود الخطيب ده راجل لاعب كوره. كان محمود الخطيب الاسطوره، محمود الخطيب لاعب كوره، اسطوره كره القدم المصريه، بننتقده. ما بالك انت بقى حسين لبيب، انت فرحان بيه ليه؟ الزمالك اكبر قلعه رياضيه، ايوه. يا لميس، بقول لك يا لميس، ما تخلينيش يا لميس اديكي بص بقول لك ايه يا لميس، هديكي صفقه دلوقتي هتطلع من نفوق كل الناس. ما تخلينيش اجيب لعيبه من الاهلي يا لميس، هتخليني اجيب لعيب من الاهلي يا لميس؟ والله العظيم جمهور الزمالك اوه لبيب هبت اوه. يا ابني اهدى، اهدى وتقول لي يعني ماشي. مع احترامي الاستاذ احمد سليمان، الاستاذ احمد سليمان اللي بيطلع في برنامج ليل ونهار مع مهيب عبد الهادي، هل ده حد انت تثق في الناس دي؟ مع كل احترامنا للاداره كاشخاص كشغل، الزمالك مش عارف شركه العدل هتيجي تبقى موجوده في الموضوع. يا ابني ما ينتجوا لك فيلم لزيزو. ما ينتجوا لك فيلم ايه، دونجا والذئاب؟ ما يعني مش انا مش فاهم يعني شركه العدل هم محبين جدا 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 للزمالك، لا خلاف على كده. وانا على فكره بحب جمال العدل جدا جدا سبحان الله يعني الوحيد في عيله العدل اللي بحبه هو الاستاذ محمد عدل، طبعا الاستاذ سامي العدل الله يرحمه. يعني جايب شركه انتاج، يعني مثلا يعني غريبه لو جايب شركه انتاج، الناس دي لا، الاستاذ عمرو الجناين، هم دي الناس اللي يا ابني الناس دي عندها بيزنس وشغاله، مش فاضيالك، مش فاضيالك ومش هتفضلك. بلاش. زعلت من على زيزو وشتمته ليه النهارده؟ طبعا انت اللي حصل فيك النهارده ده، اولا معلش، بس معلش الله يا جماعه، اصل برضه انا في حتت كده بحب اقولها يعني بص، انا طبعا قلت لك ايه، مش قلت لك انا في الحلقه بتاعت التوقعات بتاعت الكونفدراليه ودوري الابطال، قلت لك خلي بالك استلم بوش ده قوي، لان مفيش فرقه جنوب افريقيا مش هتلاقيها هليلي. يعني هي كونفدراليه واول مره يشارك وزروحك وخسرك في القاهره عادي،
لكن انا حذرتك من ستيلن بوش، وممكن نسمع حته، هديك حته ونرجع تاني. فطبعا الزمالك هيقابل ستيل بوش، وانا بقول لك ستيل بوش فرقه جنوب افريقيا فرقه كويسه، فرقه بتلعب كوره، فرقه عندها تنظيم، فرق مش هتبقى فرق مهلهله. اه ممكن الزمالك يبقى اقوى منها، الماتش الاولاني هيبقى في جنوب افريقيا والثاني هيبقى في القاهره، فالموضوع بيبقى بالنسبه للفرق اللي بتلعب الماتش العوده في بلدها بيبقى الموضوع اكيد اسهل بكتير. لكن فرقه جنوب افريقيا دي وارد انها تعمل مفاجاه قدام الزمالك لو الزمالك بمستواه الحالي. لكن حاليا بمستوى الزمالك الحالي لا، الزمالك وارد ان ستيل بوش يعمل قدامه مفاجاه، واسمع مني وارد ان فريق الجنوب افريقي ستيلز بوش ممكن يخرج الزمالك لو بمستواه الحالي ده. فانا جبت لك يا معلمه، قلت اوريك كده بس حته من زي ما بيقولوا كده من طرف المعلقه. قلنا لك الزمالك هيلاعب فريق من جنوب افريقيا اسمه ستيلن بوش، فريق لا يستهان به لان فرق جنوب افريقيا بتلعب كوره محترمه. ده الزمالك، وهو ده قيمه الزمالك، وهي دي تاريخ الزمالك. والزمالك زي ما بقول لك ادينا اهو بعيد عنه والحمد لله، لا في مؤامره ولا معاك في نفس البطوله، ولا في تحكيم فاجر مثلا، ولا في قرارات ضايقتك، وبتلعب على ارضك وبتلعب على وسط جمهورك. زيزو يعمل كل ده؟ قلت لك فن اختيار الناس اللي يديروا. ما تلومش حد الا نفسك، ما تلومش حد الا نفسك. اقسم بالله كمشجع لازم تبتدي النادي الاهلي ده تبص له كده، اعمل عليه اكس، يا تقلده يا انا مش شايفك خالص وابتدي اشتغل انا لوحدي عشان ابقى نادي ذو قيمه. لان انا حتى لو انت قيمتي كانت يا عم زمان، مع ان زمان عارفين قصص في لك ب 94 قرارات و 86 و 85 و 84 وشركاتك الوهميه، بس ما فيش مشكله، مين في البلد دي يقدر علينا؟ والزمالك تاريخه او امجاد، فاهم؟ يا زمالك رجع الامجاد. ما عنديش انا فرحان هيثم فاروق والله، يا جماعه باصص له كده على بين، يا جمالك يا هيثم يا حبيبي. الزمالك اللي باقي، بص لك حاجه، جمهورك اللي باقي. فرحان فيكم. اختاروا ناس تدير، مش دعوه بالاهلي، يا تعملوا على الاهلي اكس وما تبصلوش، يا اما تقلدوه. لانك ما قدامكش حل غير كده يا ابني والله العظيم، انك تقلد النادي الاهلي في نجاحاته. لو انت شايف ان الاهلي انت عربيه يا عم، احنا اصل البطوله عندنا لها طعم، انت البطوله عندنا لها طعم، انت محروم منها. ما تقولش اصل البطوله عندنا اصل ليها، البطوله ليها طعم جميل عندنا مش موجود في اي حته تاني. الضوء عندنا والله العظيم احنا نسمي نفسنا قصر الزمالك ونلعب بسياخ، الطعم عندنا مختلف. لا مش كداب، ده كده مفيش حاجه اسمها البطوله اللي عندك طعمها مختلف. البطوله عندك طعمها حلو، عارف ليه؟ لان انت مش متعود، مش ده اللي مستمر عندك، مش ده الطبيعي بتاعك ان انا افضل اخد بطولات 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 بطولات، ويبقى ده الطبيعي وحقوق بطولات ومعايا الاجيال التاريخيه، وده الجيل الذهبي وده المدرب الذهبي وده الرئيس النادي الذهبي. مين الرئيس الاسطوره عندك؟ مين اللاعب الاسطوره عندك؟ هيقول لي شيكابالا. هتقول لي زيزو. ما بقاش بتاعك ياض بغير. ما بقاش بتاعك، ما عندكش اسطوره، مفيش اسطوره في النادي. اه مفيش اسطوره في النادي حرفيا والله العظيم. اصل الاسطوره ولعب حلو وبيلبس كوبري، بطولات، انجازات، تاثير مع المنتخب، احترام، اخلاق، انت ده موجود مش موجود؟ ركز. ركز ليه؟ ان شاء الله ما ركزت. ان شاء الله ما ركزت. ودايما ان شاء الله انا كنت متوقع والله، زي حتى قلت لكم ستيلن بوش هي توقعاتي الحمد لله ماشيه لحد دلوقتي في بطوله افريقيا، يعني نقول بنسبه 80% دوري ابطال او كمان اكتر من 80%، 90% توقعات الحمد لله ماشيه بشكل كويس، كلها كفته طبعا. يعني الواحد بيتوقع وخلاص، طبعا بيبقى اكيد برؤيه وان احنا عارفين حاجه، لكن هي بتيجي صدفه. حتى ما ممكن الزمالك كان هو اللي جاب جون وخرج ستيلن بوش، لكن الحمد لله طبعا اكيد صدفه. حتى لو توقعنا كده بتيجي صدفه، لكن برضو بتيجي من رؤيه وحفظ. انا ما اتفرجش على ستيلن بوش خالص، لكن انا قلت لكم ان فرق جنوب افريقيا فرق بتلعب كرة قدم وهتلعب كرة قدم، وجت سجلت في الزمالك جون. لوز الجوز، دونجا احسن ستة في مصر، انت اللي نافخه عشان تغيظ امام. ناصر هاج ضايع، وانت عارف هو الفترة المؤخرة بصراحة يعني ماشي كويس وربنا بيرزقه يعني. بس ناصر ما تنفخش قوي بالراس المنسي، ما تنفخش. ناصر كوستا، حبيبي يا عم بلال، عم بلال علام حبيبي والله العظيم، اخويا الكبير حبيبي، بس برضه ما نعليش، ما نعليش بسقف طموحنا عشان ما نجيش نتصدم بالواقع. والواقع يقول او الواقع بيقول معلش اعرف حجمك، واعرف انا فين، واشتغل على نفسك، يمكن ربنا يكرمك. مش شايف اخرجكم من الكونفدراليه، ولا والله العظيم لو هنعرف ان زيزو هيعمل كده يا جماعه والله لا كنا هناخده برضه. زيزو 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 زيزو. السلام عليكم.